السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بوجه الشكر لكل أصدقائي اللي بيدعموا القناة باشتراك ولايك للفيديو، وبنستكمل مع حضراتكم أحداث الحلقة الأخيرة لمسلسل العميل. كمال بيقدر هو والرجالة اللي موجودين معاه إن هم يهربوا ملحم من الموكب اللي ماشي بيه العميد نادر. وبعد المداهمة اللي بيعملها العميد نادر وأمير، وإطلاق أمير الرصاص على السيارة اللي بيكون معتقد إن ملحم موجود فيها، والسيارة بتنفجر وأمير بيكلم وسام وهو في المخفر مع ميادة ونور ونرمين ومصطفى، وبيقول لهم إن ملحم انتهى. ملحم بيتفحم قدامي في العربية بتاعته. حسين بيطلب من أمير طلب، اللي بيقول له عايزك تساعدني في أمر، بس الأمر ده هيكون بيني وبينك. اللي بيقول له إيه؟ وبيقول له انت ليه قلقان؟ وامير بيقول له مش هرتاح غير لما اطمن ان ملحم مات. اللي بيقول له ازاي؟ وبيقول له لان اكيد ملحم لو عايش مش هيفكر في اي شيء غير ان هو يهرب بره، وحاجة زي كده علشان تحصل لازم يكون بمساعدة وسوف. وبنلاقي ان كمال داخل مكان وبيلاقي ان ملحم لسه موجود جوه. ملحم بيبص لكمال وهو متضايق جدا بعد ما بيقوم من على الكرسي بتاعه، وبيقول له انا خسرت وهم كسبوا، لكن مش هخلي حد ابدا يتهنى باللي هم وصلوا له. كمال بيقول له معلم اوامرك ايه؟ وملحم بيقول له وسام لازم يموت قدامي، هقطعه حتت صغيرة، مش هخلي فيه ولا حتة كبيرة. وكمال بيسأله وأمير وضعه إيه وأمه ميادة، لكن ملحم بيقول له أمير وميادة محدش يلمس منهم ولا شعرة واحدة. وكمال بيسأله معلم ليه؟ وملحم بيقول له علشان وسام هم اللي مجتمعين بيه قريب، لازم أمير يدفن أخوه بإيده اللي لسه متعرف عليه، وميادة تعيش بحسرتها العمر كله. وسام بيطلع مع امير، وامير بيقول له انت جايبني فين؟ وغسان بيقول له هتعرف دلوقتي. وبيدخلوا محل علشان يشتروا منه بدلة، وبيبدأ وسام يجهز الخاتم اللي هيقدمه لنور، وبيطلب من امير ان هو يرتب الامر النهارده. وامير بيسأله ازاي؟ وغسان بيقول له انا هاخد نور وهخرج النهارده. وفعلا لما بيرجع البيت بيطلب منها، بيكلمها وبيقول لها يلا علشان هنخرج سوا. ونور بتقول له ليه؟ وغسان بيقول لها عايز اقعد معاكي شوية براحتنا. وبيطلع على طول بيوصل أمير عند ميادة، وبياخد نور بالعربية وبيطلع على طول على الملاهي. ولما بيوصل هناك بيقول لنور فاكرة أول مرة اتقابلنا فيها واتعرفنا على بعض؟ وبيكون المكان اللي مسك فيه غسان لما كان ضابط شرطة، الحرامية اللي كانوا موجودين هناك. وبيقول لها يلا نلعب لعبة الحظ الأول. وبعد كده بيجرب وبيجيب هدية لنور، وبيطلع الخاتم، وبينزل على الأرض علشان يطلب إيديها، لكن بيتفاجئ بشعاع الليزر اللي موجود على رقبة نور. وبيقولها خليكي مكانك ما تتحركيش. نور مش فاهمة أي شيء، وبتقوله أنت ليه لسانك اتمسك دلوقتي؟ غسان بيقولها نور أرجوك ما تتحركيش، لكن نور بتقوله على فكرة أنا منتظرة إن أنت تتكلم، هتنطق ولا خلاص العصفورة كلت لسانك؟ وغسان بيقولها هتكلم، وبيقوم على طول. ونور بتكون مستغربة من تصرفات غسان، اللي بيحط ايده وبيبص وبيلاقي ان ده بعيد وماسكة السلاح بتاعها. وبيبص كمان في الاتجاه التاني وبيلاقي ان ملحم واقف. ملحم بيتصل على طول، وملحم بيسأل غسان يا ترى عايز البنت الصحفية تعيش ولا لأ؟ وغسان بيقول له أيوة. ملحم بيقول له يبقى هتجيلي دلوقتي. غسان بيقول لها نور أنا لازم أمشي دلوقتي. اللي بتقول له هتمشي فين؟ وبيدي لها مفتاح العربية بتاعه، وبيقول لها انت مش عارفة ايه ده؟ اكيد انت عارفة كويس. على فكرة ملحم موجود هنا. نور بتقول له ايه؟ ملحم مات وشبع موت. لكن غسان بيقول لها ملحم هنا وانا لازم امشي دلوقتي. المفتاح معاكي وهتمشي على طول، بس استني بعد ما امشي شوية، انا ما عنديش استعداد ان انا اخسرك تاني. وبمجرد ان غسان بيتحرك، نور بتطلع تجري وبتمشي وراه وبتنادي عليه، وبتدور عليه في كل مكان، لكن ما بتلاقيش غسان موجود ابدا. غسان بيكون في العربية مع ملحم، وملحم بيبص له وبيقول له طبعا انت افتقدتني. أمير بيكون مستمر في ملاحقة كمال، وبيكون موجود جنب المكان اللي هو فيه، والسوف وكرم واحد من رجالته، وبيتابعوا الأمر. أمير بيوصل هناك، اللي بيقوله إن في حد موجود جوه. أمير بيقول له مين؟ وبيقول له معرفش، بس الظاهر إن كمال هنا، وشكله كده ناوي على مركب لأن في سفينة منتظراه. وهنا بيجيله تليفون على طول من نور.
أمير بيرد وهو فاكر إن نور مبسوطة، اللي بيقول لها عملتي إيه يا ترى، قبلتي عرض غسان؟ وبيلاقي إن نور منهارة وبيسألها في إيه، وبتقول له إن ملحم خطف غسان. اللي بيقول لها يعني إيه الكلام ده، وبتقول له أمير زي ما بقولك أرجوك لازم ترجع لي غسان وفي أسرع وقت، أرجوك تلحقه. أمير بيقول لها اهدي أنت فين، وبتقول له على مكانها. اللي بيقول لها خدي بعضك وارجعي على البيت، وحاولي ما تبينيش أي شيء علشان خاطر أمي. نور بتقول له ازاي وانا مش قادرة امسك نفسي، ونور بيقول لها انا هتصرف. بيرجع تاني لوسوف، وهنا بيتصل بيه المدير بعد ما بيجيله خطاب التشريح، وبيكتشف ان اللي موجود في العربية دي مش ملحم. اللي بيقول لسيما ان اللي موجود ده مش ملحم. وهنا العميد نادر بيستعد هو وسيما على طول، وبيبلغ امير. اللي بيقولوا له على فكرة اللي لقيناه في العربية ده مش ملحم. وامير بيقول له انا عارف لان ملحم خطف غسان. ملحم بيكون موجود مع غسان وبيكون واخده لمكان سري وبيعلقه، وبيقول له انت فاكر ان انا هسيبك تخرج من هنا على رجلك؟ انت قصتك خلاص انتهت، بس انا مش هموتك الموت البطيء المريح، انا هعمل من موتك ده عذاب. وبيطلب من نندل ان هي تشغل كاميرا الفيديو علشان تصور اللي بيحصل، وبيقول له هبعت الشريط ده لامك علشان تفضل دايما عايشة مع الذكرى دي، هدفنها وهي عايشة بحزنها عليك هي واخوك. أمير موجود مع وسوف وبيقول لهم انتوا عرفتوا مين اللي جوه ممكن يكون ملحم؟ وسوف بيقول له ملحم ايه؟ وأمير بيقول له ان ملحم عايش. هنا وسوف بيقول له يبقى احنا كده هنرجع للفلسفة بتاعتنا، انا دايما بكون طرف محايد. وبيلاقي ان امير بيسحب مسدسه وبيقول له انت رايح فين لوحدك؟ لكن امير بيسيب وسوف ورجالته وبيدخل على طول وبيقدر يسيطر على الرجاله اللي موجوده. وهنا بيخرج كمال على صوت الرصاص، وبتدور معركه كبيره جدا بين امير وبين كمال. وكمال بيقوله تعالى انا مستنيك ومستني اللحظه دي بقالي كتير جدا. وبتحصل معركه كبيره جدا بين امير وبين كمال. اللي بيساله اخويا فين، لكن كمال بيرفض وبيقول له اخوك مش هتقدر توصل ولا هتوصل لحتة منه، لأن هو بيموت دلوقتي. وبتشتد المعركة بين أمير وبين كمال، وبيقدر أمير إن هو يسيطر على كمال. ووسوف كمان بيتدخل وبيهدد كمال، اللي بيقول له مفيش قدامك أي طريق تاني، قول غسان فين. لكن كمال بيقول له أنا مستعد أقول لك أخوك فين، بس ليا شرط ترجع لي خولة. أمير بيقول له إيه؟ وهنا كمال بيصرخ وبينادي على خولة، اللي بيقول لها أنا جاي لك، وبيضرب نفسه بالرصاص وبيقع على الأرض. ملحم بيحاول يتفنن في موت غسان، لكن غسان بيقول له انا مش خايف ابدا. أمير موجود وبيتفاجئ إن حيان ده خارج من الأوضة، وبيقول له أنت كنت بتعمل إيه هنا؟ وبيقول له إن كمال راجل ملحم وصل لي وأكيد كان بيعذب فيا. وبيلاقي إن أمير بيبكي وبيقول له أنت بتعيط ليه؟ وبيقول له لأن أخويا موجود مع ملحم غسان ضاع. لكن حيان بيقول له واللي يقول لك على مكانه، وبيكون ده طوق النجاة بالنسبة لأمير اللي حيان بيوصف له المكان. أمير بيوصل للعنوان اللي اداهوله حيان وبيدخل على طول وبيبدأ في إطلاق الرصاص على الأشخاص اللي موجودين. ملحم بيسمع صوت الرصاص، وغسان بيستغل الفرصة دي اللي بيقطع الحبل اللي هو مقيد بيه وبيضرب ملحم على الأرض وبيطلع يجري. وهنا بيقابل أخوه اللي بيحطوا ظهرهم في ظهر بعض علشان يسيطروا على كل اللي موجودين. وفعلا بيفضل ملحم ونان ده بس، لكن بتكون الذخيرة اللي موجودة مع غسان خلاص خلصت. وأصيب غسان في دراع، كمان أمير أصيب وبيقعوا هما الاتنين. وبيكونوا معتقدين إن هما هيفرقوا الحياة، لكن غسان بيقول له مع العد بتاعي ولازم تطلق على الاتنين. وبيحصل إطلاق رصاص كثيف جدا. وبنشوف بعد كده إن ملحم موجود في السجن وفقد عقله تماما. اللي بيشوف العميد خليل قدامه وهو بيكلمه، وبيشوف خولة اللي بتقوله انت وديت العيلة كلها في طريق مش كويس ولازم تدفع نتيجة التصرفات دي. اللي بيقولها يعني ايه؟ وبتقول له انا جايبه لك هدية، هي دي اللي هتليق بيك. وبتقدم له حبل المشنقة اللي بيكون هو عمله بايده، وبيبدأ يطلع عليه وبيقول لها انا مستعد ان انا اقبل الهدية بس ما تبصليش بالطريقة دي. وبنلاقي ان امير كمان بيظهر وهو مصاب وغسان في حفل التكريم الخاص بامير، اللي بيهدي الهدية دي لروح العميد خليل. وبعد ما بينتهي الحفل ده، امير بيسلم غسان للسجن علشان ياخد العقوبة بتاعته
على التصرفات اللي عملها. وأول زيارة بتكون ليه في السجن بيكون أمير وميادة ونور، وبتجتمع الأسرة أخيرا بعد القضاء على ملحم وكمال وكل العصابة اللي كانت موجودة. تابعوا معانا المسلسلات اللي جاية وملخصات جديدة باشتراك في القناة ولايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.